يعني لا يكون القرآن فقط مجرد تلاوة ولحن، وإنما هو حياة. ثم أورثنا هذا الإرث العظيم، والله لا يناله أي والله لا يخسر من عمل به، والله لا يفقر من حمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن هيأ لنا هذا الحفل المبارك بمناسبة اختتام طالبين لكتاب الله تبارك وتعالى في هذه الجمعية المباركة، جمعية بروز. من حقنا أن نفرح، هي فرحة كبيرة لعظم كتاب الله تبارك وتعالى في نفوسنا. فالفرحة بهذا العمل الجليل العظيم الذي يعتبر من أعظم الأعمال وأجلها حينما نعرف مكانة كلام ربنا تبارك وتعالى. لقد أنزل الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة أفضل كتبه. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني فيه مكانتكم وفيه رفعتكم. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإن ختم كتاب الله تبارك وتعالى لا يكون لأي أحد، إنما هو اصطفاء، إنما هو اختيار. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا هذا الإرث العظيم، والله لا يناله أي أحد، إنما يصطفي الله عز وجل ويختار من عبيده من هم يحملونه إن شاء الله بحق حملته. فهو اصطفاء وهو نور وهو هداية. كذلك الكتاب هذا القرآن العظيم هو بركة وهو خير كثير، والله لا يفقر من حمله وعمل به، والله لا يحزن من قرأه وسار عليه، والله لا يخسر من عمل به. إن هذا الكتاب كتاب عظيم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. مبارك بمعنى كثير البركة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون. فيا من حفظت كتاب الله واجتهدت في ذلك فإنها والله رفعة لك. هذا من حيث العموم. ومن حيث الخصوص، لو أردنا أن نمر على سورة وآية فتجدها بحر من الحسنات. أيها القارئ الكريم، إنك حفظت في كتابك أكثر من 6000 جملة أو كلمة، وحفظت في كتابك وكان في قلبك أكثر من 36 حرفا. اضربها في 10 ثم اضربها في 700 أجر، يكون لك ذلك ذخرا في حياتك وقبل مماتك. أيها الإخوة الكرام، إن من أعجب ما تأملت فيه من كتاب الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يدفن شهداء أحد، وكان عددهم 70 رجلا، وكانت هناك مشكلة في دفن هذا العدد الكبير، فقد حفر بعض الحفر عليه الصلاة والسلام، أمر ببعض الحفر فقال: قدموا من كان حافظا لكتاب الله في اللحد. انظروا عظمة القرآن، انظروا مكانة القرآن أيها الأحبة. إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا القرآن أقواما، الله يجعلنا وإياكم منهم. ومن حفظ كتاب الله فقد آتاه الله عز وجل علما. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن الحديث عن كتاب الله وفضله ومكانته لا ينتهي بنا المقام، فحق بنا أن نجتهد في حفظ كتاب الله عز وجل وقتا وجهدا ومالا، ليس بخسارة والله. هذه كلمة في بيان هذا الكتاب العظيم. وأما من دعمه ودعم مثل هذه الجمعيات المباركة ووقف عليه فهما في الأجر سواء، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فمن كان له يد طولى في هذه المراكز فليبشر بالخير وليبشر بالبركة، فإنك تدعم. ثم إن أيها الأحبة بركة هذا القرآن بعد حفظه هو العمل به، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن الكريم.
فحينما يأمرك القرآن أن تغض بصرك فغض بصرك، وحينما يأمرك القرآن بالصلاة والزكاة فكن قرآنا. ولذلك قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يعني لا يكون القرآن فقط مجرد تلاوة ولحن، وإنما هو حياة يسيرك ويكون حياة في حياتك وبين أهلك وبين إخوتك وأبنائك وبين والديك. أيها الإخوة الكرام، والله إن تسعد نفوسنا حينما نرى هذا التعظيم لكتاب الله وهذا الحفظ وهذا النور. يفرح الإنسان، لأنه لا نجاة لنا إلا باتباع هذا القرآن الكريم. والله لو اتبعت الأمة كلها كتاب ربها واحترمته وسارت عليه، والله لرفع الله عز وجل عنا البلاء. قال الله تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. التضرع والدعاء والاعتراف بالقضاء والقدر لله تبارك وتعالى والبكاء أكبر علاج مكتوب في كتاب الله تبارك وتعالى. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أيها الأحبة، هذا الكتاب هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فسوف نحفظه أبناءنا ونساءنا ونحفظه إخواننا وندعمه حتى نموت بإذن الله. قولوا آمين.